ازيكم عاملين ايه؟ تعالى اقولكوا على طريقة حلوة جدا هتحافظ لكم على الثوم القديم بدل ما يفضى. خاصة بقى ان الثوم الجديد بقى موجود في السوق. فتعالى اقولك ازاي نحتفظ بالثوم والبصل لمدة طويلة وتحطي منهم على اي تتبيلة او اي اكلة هينقلها في مكان تاني. وهنعمل مع بعض النهاردة الثوم البودر والبصل البودر. بس قبل ما ابدأ في الطريقة ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي في القناة وشاركي الفيديو مع اصحابك وقرايبك عشان يستفيدوا. ويلا بقى بينا نبدأ بالبصل. اهم حاجة استخدمي البصل الابيض لان هو هيطلع لك نتيجة زي اللي بنجيبها فعلا من عند العطار. جبت البصل كده زي ما انتوا شايفين وقشرته وغسلته كويس جدا وببدأ اقطعه زي ما انتوا شايفين كده على القطاعة. اهم حاجة حاولي تقطعيه اصغر حاجة ممكن تقدري توصلي لها، لان هو كل ما هيبقى رفيع اكتر كل ما هيساعدك ان هو يجف اكتر واسرع وهينفعك بعد كده. طريقته بجد عايزة اقولكوا سهلة جدا، بس اهم حاجة تابعي الفيديو للاخر لان هقولك على تركاية هتعمليها هتحافظ لك على الثوم والبصل مدة اطول كمان وهتخليه ان هو ما يمسكش في بعض، وحركة بجد هتفرق معاكي جدا. كملوا معايا. بعد بقى ما قطعته شرايح رفيعة كده زي ما انتوا شايفين هنقله في طبق ويلا بينا بقى نبدأ في الثوم. جبت بقى كل الثوم اللي كان خلاص هيبدأ يفضى معايا وزي ما انتوا شايفين كده قشرته، وبعد كده هبدأ اقطعه شرايح رفيعة قوي قوي على قد ما اقدر. ولو انت بتزهقي من تقشير الثوم ومش عارفة ازاي تقشري الكمية دي كلها في وقت قليل، تعالى اقولك على حركة برضو حلوة قوي وهتسهل عليكي. ممكن تجيبي برطمان واقفليه وحطي جواه كمية الثوم اللي انت عايزة تقشريها، وابدأي رج الثوم جامد قوي 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 لمدة مثلا 5 دقايق. بعد كده افتحي البرطمان وطلعي الثوم وهتلاقيه اصلا نصه متقشر لوحده. هتقولولي طب وعلى ايه اصلا وجع الدماغ ده كله واقعد اقطع في توم واقشر في بصل، وليه اصلا اعمل كل ده لما انا ممكن اروح اشتريه من بره؟ لان حرفيا انا جربتها مرة واحدة كنوع من التجربة، ولكن عايزة اقولكوا طعم التوم والبصل اللي انتوا هتعملوه في البيت غير اللي بتجيبوه من بره نهائي. لو انت بتستخدمي معلقة توم بودرة او بصل بودرة على الاكل، انت المرة دي هتستخدمي نص او ربع كمان معلقة. نكهته مركزة جدا وحلوة جدا، لان اللي بره بيحطوا عليه اضافات كتير قوي وغريبة جدا، مش بيبقى التوم الطبيعي او البصل الطبيعي. ده غير ان احنا كمان بنحافظ على التوم بتاعنا ان هو بحتفظ بيه بطريقة تانية مختلفة غير ان انا اكون هرساه او احطه في الفريزر. دي طريقة برضو من طرق حفظ التوم. الخطوة التانية بقى ان انا هجيب صاج كبير او صينية او اي حاجة عندك ينفع تدخليها الفرن، وهبدأ احط عليها كل كمية الثوم والبصل دي، بس اهم حاجة ان هما يكونوا مفرودين كويس في الصينية. وزي ما انتوا شايفين كده البصل برضو حاجة مهمة جدا ان انتي ما تسيبيهوش حلقات كده في بعض، لا فرفتيه كده من بعض. انا مش عارفه اوصف لكم، بس زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو ان هو ما يكونش ماسكين في بعض الحلقات بتاعه البصل، لا فرفتيها كده من بعض وافرديها بقى في الصينيه كده زي ما انتوا شايفين، ما يكونش متراكمين فوق بعض. بصوا بقى بعد ما رصيت الثوم والبصل زي ما انتوا شايفين كده هبدأ احطه في الفرن. الفرن ده انا من قبل ما ابدأ اصلا وانا فاتحاه على اعلى درجة حرارة وسبت الفرن بتاعي يسخن جامد جدا. بعد كده هبدأ اقفل النار بتاعة الفرن، يعني انا مش هحط الصاج في الفرن والنار شغالة، لا انا هطفي النار. وبعد كده هقوم نقلة الصاج جوه الفرن كده زي ما انتوا شايفين، وهسيب الحاجة بتاعتي تتجفف من سخونة الفرن، لكن انا مش فاتحة عليه النار. وافضلي بقى سايباه في الفرن انسيه، يعني سيبيه ممكن من الليلة لحد تاني يوم ايا كان بقى سيبيه. وكل ما تيجي تفتحي مثلا الفرن عندك بتحطي حاجة في الفرن، عاملة حاجة في الفرن، بعد ما تخلصي الحاجة اللي بتعمليها حطي فيها الصاج ده شوية بعد ما تقفلي الفرن. هتلاقي برضو في خلال كام مرة مرتين كده هتلاقي ان الثوم والبصل بتاعك كله اتجفف وبقى جاهز. بعد بقى ما الثوم والبصل بتوعي يتجففوا كده زي ما انتوا شايفين هبدأ احطهم في المطحنة بتاعة التوابل وهطحنهم كويس قوي. بس وانا بطحنهم يعني انا كده بعد ما حطيت فيه كمية الثوم بتاعتي وبطحنها كده زي ما انتوا شايفين، هحط بقى عليهم معلقة صغيرة من النشا وهرجع اطحنهم تاني في المطحنة. الحركة دي هتحافظ على الثوم بتاعك ان انتي تحتفظي بيه من غير ما يكتل او يمسك في بعض كده، لان ساعات الثوم والبصل بيبقى فيهم رطوبة، فلما تحتفظي بيهم من غير الحركة دي هتلاقيهم ممكن مع الوقت كده هيكتلوا. الحركة دي هتحافظ لك عليهم من غير ما يحصل لهم اي حاجة. كده بقى بعد ما خلصنا الثوم زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله حلو جدا. يلا بقى بينا نبدأ في البصل.
هناخد برضو البصل كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ احطه في برضو مطحنة التوابل، وهشغل بقى عليه المطحنة برضو كده لحد ما ينعم معايا خالص. وبرضو عشان ما يكتلش معايا هحط عليه معلقة صغيرة من النشا. بصوا بقى كده ما شاء الله بعد ما البصل بتاعي خلص، في حركة بقى هعملها مع البصل لو لقيتيه بيكتل معاكي، لان البصل فيه نسبة رطوبة اعلى شوية من الثوم، فلو لقيتيه كتل معاكي شوية او كده وانتي بتطحنيه، ممكن بعد ما تخلصي هتبدأي تعمليه في مصفى كده زي ما انتي شايفة. هو مش بيبقى مكتل جامد، يا دوب انتي بس وانتي بتعملي في المصفى هتلاقيه نزل معاكي بودرة خالص. بصي بقى نزل معايا بودرة ازاي ما شاء الله. عايزه اقولك بقى ان شاء الله امشي على الخطوات زي ما قلتلك وهتعملي احلى توم بودرة وبصل بودرة ومش هتحتاجي تجيبيهم من بره. وعايزه اقولك الكميه اللي انت شايفاها قليله دي بس هي مركزه جدا فهتقعد معاكي وقت طويل. وكمان استغلينا التوم اللي كان ممكن هيفضى معانا وعملنا منه توم بودرة هينفعك ويقعد معاكي وقت طويل. بصوا بقى كده بقى بودرة معايا ازاي ما شاء الله. عايزة اقولكوا الثوم البودرة والبصل البودرة الاتنين ريحتهم كانت قلب المكان. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا، ونفسي بجد تجربوها وقولولي رأيكم في الكومنتات. ما تنسوش بقى تعملولي لايك وتشتركوا في القناة عشان اعملكم فيديوهات اكتر. نفسي اوصل ل1000 مشترك في اقرب وقت. واشوفكم بقى الفيديو الجاي على خير، وباي باي.